في هذا المثال سوف نتعرف على استخدام المتتاليات سيريس في الرسم البياني، وسنقوم بتكوين رسم بياني يحتوي على مجموعة من المتتاليات. فنختار الخلايا التي نريدها من الجدول، ولتكن الخلايا من بداية الجدول حتى شهر إبريل، ثم نضغط على المفتاح Chart Wizard من شريط الأدوات القياسي، ونختار الشكل الذي نريده، ثم نضغط Next، ونختار Rows من لوحة المتغيرات Data Range، ثم نفتح لوحة المتغيرات Series الخاصة بالتعامل مع المتتاليات. وكما نرى أن أسماء المتتاليات التي قمنا باختيارها من الجدول موجودة في الجزء Series، حيث يمكننا إضافة أو حذف المتتاليات التي نريدها من هذه القائمة. فنضغط المؤشر على اسم المتتالية التي نريد حذفها، ولتكن جاس، ثم نضغط على المفتاح Remove، فيتم حذف هذه المتتالية من القائمة Series. وإذا أردنا إعادة المتتالية مرة أخرى إلى القائمة، نضغط على المفتاح Add، فيتم إضافة اسم جديد داخل القائمة Series وله الاسم Series 4. فنضغط على المفتاح Close Dialog بجوار الخانة Name، فتظهر ورقة العمل. فنقوم باختيار الخلية التي تحتوي على الكلمة جاس، ثم نضغط على هذا المفتاح مرة أخرى، فنعود إلى المربع الحواري. ولإدخال القيم الخاصة لهذه المتتالية نضغط داخل الخانة Values، ونقوم بإزالة القيم الموجودة بداخلها، ثم نضغط على المفتاح Close Dialog الموجود بجوار هذه الخانة، ونختار الخلايا التي تحتوي على القيم التي نريدها، ثم نضغط على هذا المفتاح مرة أخرى، فنعود إلى المربع الحواري، فنضغط على المفتاح Next، ثم Next مرة أخرى. ومن لوحة المتغيرات Chart Location نختار As a New Sheet لإدراج الجدول في ورقة عمل جديدة، ونقوم بإدخال الاسم Bar Graph لورقة العمل الجديدة، ثم نضغط Finish، فيقوم البرنامج بوضع الرسم البياني في ورقة عمل جديدة. ويمكننا إجراء التعديلات التي نريدها على الرسم البياني الخاص بالمتتاليات. فبالضغط على العمود الذي يمثل المتتالية التي نريدها، سوف يتم اختيار جميع الأعمدة التي تمثل هذه المتتالية، وهذا معناه أنه عند إجراء أي تعديل على أي من هذه الأعمدة سوف يتم تطبيقه على باقي الأعمدة الخاصة بالمتتالية. فنقوم مثلا بتغيير لون هذه الأعمدة بالضغط على المفتاح Fill Color من شريط الأدوات، واختيار اللون الذي نريده. كما يمكننا إجراء التعديلات التي نريدها بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على المتتالية التي نريد إجراء التعديلات عليها، واختيار الأمر Format Data Series من القائمة المختصرة، فيظهر المربع الحواري الذي تعرفنا عليه من قبل. فنقوم بإجراء التعديلات التي نريدها. فمن لوحة المتغيرات Pattern نحدد نوع الخط ولونه وسمكه إلى آخره. ومن لوحة المتغيرات Shape يمكن تغيير شكل المتتالية، فنختار الشكل الأسطواني على سبيل المثال. ومن لوحة المتغيرات Series Order يمكن تغيير ترتيب المتتاليات في الرسم البياني، فنختار المتتالية التي نريد تغيير ترتيبها، ونضغط على المفتاح Move Up لنقل المتتالية خطوة واحدة إلى الأعلى، أو Move Down لنقل المتتالية خطوة واحدة إلى الأسفل. ومن لوحة المتغيرات Options يمكننا التحكم في عمق المتتاليات والرسم البياني. وبعد الانتهاء من عمل جميع الإعدادات التي نريدها نضغط OK للخروج من المربع الحواري وتطبيق هذه الإعدادات.